والتحديات اللي بتواجه تمويل الاس ام ايز. خليكم معانا. احنا كده اول ابيسود من الاس ام ايز اتفرجنا عليها. كنا بنتفرج على البنفيت بتاع الاس ام ايز للبنوك، وزي ما انتم فاكرين اكيد من امبارح كان الجزء الثاني من برودكت انوفيشن سيشن بتاع استاذ شهاب. كان هيكلمنا في الجزء الثاني عن ايه البنفيت اللي هيجينا من الاس ام ايز، وكان هيكلمنا اكتر عن البنفيت بتاع البرودكت بتاعنا علينا. فتعالوا نشوف الجزء الثاني من برودكت انوفيشن ونرجع تاني بعدين. الجزء الثاني البنفيتس اوف ان انا يبقى عندي انوفيتيف برودكت. الجزء ده الحقيقه مهم جدا جدا. ليه؟ لان فاكر لما بقول لحضرتك، لما كنت بقول لك ان الانسان عشان يتحرك او يبقى قوي في اي شيء او يبقى عنده اي سكيل، المفروض ان هو يبقى عنده رغبه حقيقيه ان هو يعمل ده. طيب انت لما بتعرف ايه هي الفوائد اللي عايده على حضرتك من ان انت يبقى عندك برودكت انوفيتيف، ده هيولد عندك رغبه حقيقيه ان انت فعلا تفكر وتطلع بايه؟ تطلع بايديا تقدر ان انت تستخدمها في شكل ان انت يبقى عندك برودكت. اللي هو يعني كاني بجاوبك على السؤال بتاع واتس ان ات فور مي، هو ايه العائد عليا؟ يعني اول حاجه عايده على حضرتك ودي مهمه جدا جدا، ان حضرتك بتنكريز الماركت شير بتاعك. يعني ايه بانكريز الماركت شير بتاعي؟ تخيل حضرتك ان انت طلعت بمنتج جديد ما كانش موجود قبل كده، ونزلت بيه الماركت وبدات تنتشر وتتوسع فيه. اول ما يجي عليك منتج تاني مشابه ليه، مين هيبقى الماركت شير بتاعه اكبر؟ مين اللي خد حته كبيره من التورته؟ هيبقى حضرتك. ليه؟ لان انت اول واحد نزلت بيه. الدليل على كده ايه؟ لما نيجي نتكلم مثلا على منتج زي لما نيجي نتكلم على مسحوق الغسيل، هتلاقي ان دايما اول حاجه بتيجي في دماغك هي ايه؟ هتيجي في دماغك على طول برسيل او اريال. دول اللي بيجوا في دماغك على طول، برسيل او اريال. لما يجي عند حضرتك الفاست فود، هيجي عند حضرتك اول حاجه بتيجي في دماغك هي ايه؟ ماكدونالدز، وممكن بعد كده برجر كينج. ناس كده اول ما نزل موضوع الفاست فود او ما نزل الاندستري دي عامه، عمل فيها بومينج وخد ماركت شير كبير. يا جماعه احنا عندنا الافات من المطاعم اللي هي بتعمل الفاست فود، بس اول ما بيجي في دماغك فاست فود تيجي على طول حرف الام اللي بالاصفر ده اللي هو بتاع ماكدونالدز، ده اللي بيجي في دماغك على طول. اول ما تيجي تتكلم عن مسحوق الغسيل تلاقي مش عارف ظهر في دماغك على طول اريال او برسيل. اول ما يجي في دماغك فكره اي حاجه كده تلاقي ان في ناس كده دخلت خدت السوق من الاول، اللي هم زي ما بيقولوا كده ايه، خدوا وش القفص زي ما بيقولوا، خد وش السوق كده على طول وانتشر فيه بسرعه جدا، لدرجه ان لما بيجي له منافسين وهيجي له منافسين بيبقى صعب، المجهود بيبقى صعب عليهم قوي. لازم يطلعوا بحاجه مور كرييتيف مور انوفيتيف ويصرف اكتر واكتر عشان يقدر ان هو يكمبيت معاك. الاستفاده الثانيه، انت نازل سوق جديد في حاجه جديده، مفيش حد معاك في الملعب. مين اللي بيحدد البرايس؟ مين اللي يقدر يحط البرايسز اللي على مزاجه؟ مين اللي بيحدد الموضوع ده يكلف قد ايه؟ انت، لان انت اول واحد نزلت الماركت ده. فتاني عائد عليك ان انت بتستفيد بان انت بتحط هاي برايسز براحتك جدا، لان من الاخر مالكش منافس. فاكر مصر اول ما نزل فيها شركات الاتصالات؟ شركات الاتصالات كانت اول شركه واشهر شركه وكانت اللي مغرقه الدنيا هي شركه ايه؟ شركه موبينيل. ولما نزلت وراها كان ساعتها، ما اعرفش حضرتوا الكلام ده ولا لا، كان ساعتها وراها نزل على طول شركه اللي هي قبل فودافون كان اسمها كليك. الاثنين دول يا جماعه انت متخيل كان بيعمل دقيقه المكالمه بكام؟ دقيقه المكالمه كانت ب2 جنيه وربع. عشان تعمل دقيقه تتصل دقيقه ب2 جنيه وربع. وحضراتكم دلوقتي عارفين سعر الدقيقه 10 قروش.
لما بدأ يظهر له منافسين بدأ ينزل بالبرايس. لكن في الأول مين اللي كان قادر يحط الهاي برايسز زي ما هو عايز براحته؟ يا جماعة احنا كنا بنشتري خط التليفون اللي هو البريبيد كارد، كنا بنشتريه ب1000 جنيه عشان يبقى عندك خط كده ب1000 جنيه. فانت استفدت بان انت نزلت في حاجة في ماركت جديد بحاجة جديدة، وقدرت ان انت تحط الأسعار اللي على مزاجك، اللي مع مرور الوقت أثبت ان كل ده اساسا كان كوستلس، ما كانش بيكلف اي حاجه خالص. الدقيقه يا فندم ب10 قروش كان بياخد عليها 2 جنيه وربع. الخط اللي هو بيتحايل عليك دلوقتي ان انت تاخده بعد ما بقى فيه منافسه شديده وتاخده ببلاش، كان بيبيعوا لك ب1000 جنيه. الكلام ده يا جماعه حصل، يس حصل. فتاني استفاده عايده عليك يا رائد من رواد الاعمال، ان انت لما بتنزل بفكره جديده فانت بتحط الاسعار اللي انت عايزها. تالت حاجه ودي مهمه جدا، الكاستمر لويالتي. يعني ايه كاستمر لويالتي؟ الناس بتبقى لويال دايما للبراند بتاعك. الناس دايما بتبقى لويال للبراند بتاعك بعلم او بوعي ولا وعي، يعني كونشسلي او سب كونشسلي هو بيبقى مركز في ان هو بقى لويال ليك. واحنا عندنا حتى طبع فينا كمصريين نقول لك دايما كلمه ايه، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. يعني تلاقي ان انت لو دخلت بفكره جديده وبدات والناس بدات تجي لك، هتلاقي ان هو يسيبك، هو بقى اوريدي لويال ليك. ديك دليل على ده. عارفين يا جماعه المناديل دي، مناديل كلينكس دي، والله قلتها زله لسان، يعني قلت لك مناديل كلينكس. على فكره مفيش حاجه اسمها كلينكس دي اصلا كانت براند بتعمل مناديل ورق اللي هي التيشوز اللي احنا بنستخدمها. لكن بما انها كانت اول شركه نزلت ساعتها وحطت من اوائل الشركات اللي نزلت وعملت التيشوز دي او المناديل الورق دي اللي احنا بنستعملها دلوقتي، كان اسمها كلينكس. فكل الناس بقت تقول عليها كلينكس. هي اساسا كلينكس دي او كلينكس دي هي اساسا براند، هي مش بتعرف الشيء ده. اللي بيعرف الشيء ده ان هي اسمها مناديل ورق او اسمها تيشوز. شفت احنا لويال قد ايه للبراند اللي احنا من غير ما ناخد بالنا وتتوارثها الاجيال. يعني في ناس ما تعرفش ايه هي كلينكس اصلا وبتقول على المناديل دي ان هي كلينكس. رابع حاجه ان انت بيبقى عندك جريت ريبيتيشن. انت اللي نزلت السوق اول واحد، فدي اول حاجه بتاثر في سمعتك. 2 انت اكتر واحد بيدي كواليتيز، انت اسرع واحد تقدر تغير وتقدر ان انت تعدل من المنتج بتاعك لان انت اول واحد نزلت. فانت دايما ضامن ان سمعتك عاليه. زي ما يجي في دماغك كده ايفون، اول ما اقول لحضرتك ايفون يجي في دماغك شكل التفاحه. براند ليها ريبيتيشن وليها سمعه في السوق، سمعتها في حاجات كتير. تلاقي مثلا لو عايزين نتكلم على في ايه التليفونات اللي بتعمل سيكيورتي، والله لما بسال الناس ايه اكتر تليفون بيحقق لحضرتك سيكيورتي، اول حاجه بتيجي في دماغه قبل ما يرد عليا علامه التفاحه اللي هي بتاعت الابل. فتلاقي ان انت بتعمل جريت ريبيتيشن بان انت تنزل السوق الاول. طب دي فوائد اللي عايده عليك، زي ما احنا قلنا بيبقى عندي ماركت شير. انت متخيل الجمال؟ بيبقى عندك ماركت شير، تقدر تحط برايسز اللي انت عايزها، تقدر حضرتك تستفيد بان انت بقى عندك سمعه طيبه، وكمان عندك عميل لويال ليك او وفي ليك. ايه بقى الفوائد اللي بتعود على العميل؟ طب انا ليه لازم اعرف يا شباب الفوائد اللي بتعود على العميل؟ عشان من ضمن الفوائد دي هي اللي ممكن تخليك تفكر اساتسفاي او البي النيد اللي عنده دي. ليه؟ ما انا لما اقول لك ايه الفوائد اللي بتعود على العميل من ان انت يبقى عندك منتج مبتكر، دي ممكن تبقى اداه تانية ليك تستخدمها في ان انت تطلع ببرودكت اصلا مبتكر. هو العميل عايز ايه يا شباب؟ مهما كان كومبليكيتد ومهما كان معقد ومهما كان لا ما بيرضوهوش اي حاجه، العميل عايز ايه؟ العميل عايز اي حاجه توفر في الوقت. احنا بقينا في عصر كل حاجة بتحصل فيه بسرعة. فاكر الموبايل في ناس دلوقتي بتغير الموبايل لدرجة ان هو لما بيدخل على الانترنت او بيدخل مش عارف ايه بياخد فترة كده على ما يعمل لودينج. نسي ان الموبايل ده كان زمان اصلا بزراير، وفكرة انه يبقى عليه انترنت دي حاجة يعني جنان. دلوقتي لا، ده هو بيغير الموبايل عشان الموبايل الجديد اسرع، البروسيس بتاعته اسرع، وهو بيدخل على اي ويب سايت او اي حاجه عن طريق الموبايل بتاعه. فالناس بتجري دايما ورا كل ما هو طبعا يوفر الوقت. احنا اصلا في عالم السرعه. 2 اي حاجه توفر عند حضرتك تكلفه، اي حاجه توفر تكلفه. ولو هنيجي نتكلم على موضوع توفير التكلفه ده، هرجع افكر حضرتك بالمثال اللي ضربناه بتاع شركات الاتصالات.
شركات الاتصالات لما كانت بتنزل شركه جديده كان ايه الابروتش بتاعها او ايه الفكره بتاعتها اللي عايز تنزل بيها؟ انه دايما بديك نفس السيرفيس بس بايه؟ بكوست اقل. ده اللي خلى شويه ان يتاخد ماركت شير من الشركات القديمه. اي حاجه بتريديوس ريسك، بتقلل الريسك، تلاقي الناس بتجري وراها. اي حاجه تقلل ريسك ناس تجري وراها. زي تخيل مثلا عربيه ما فيهاش سيت بيلت، ما فيهاش حزام امان، تحس كده ان في حاجه غريبه. العربيه الطبيعيه، طب قول لي كده ايه تاني مشاكل فيها؟ فعشان كده اي عربيه اجباري لازم ينزل فيها ايه يا جماعه؟ السيت بيلت. ليه؟ لانه عارف ان هي دي نيد عند اي حد، انه دايما يريديوس ريسك. ودلوقتي بقت العربيات بتتباع بايه يا جماعه؟ بدرجه الامان اللي بتبقى موجوده فيها. يقول لك العربيه دي فيها مش عارف 4 اير باجز، لا اصل دي فيها 6 اير باجز اند سو اون. فاحنا بنلعب هنا، بيلعبوا في ايه؟ في الكومبيتيشن بينهم وبين بعض على ريديوسنج ريسك، تقليل الريسك. عشان كده بقول لحضرتك لو فكرت كويس عميلك بيحتاج ايه او ايه الفوائد اللي عايده عليه من يبقى عنده منتج مبتكر، انت هتبقى بتعرف تفكر بدماغه هو. ودي طريقه على فكره للتفكير هنتكلم عليها كمان شويه. ولكن نلخص الموضوع، اي عميل يا جماعه بيبقى عايز حاجه بتقلل او بتوفر في الوقت، بتقلل وتوفر في التكلفه، اي حاجه بتريديوس الريسك بتاعه، واي حاجه البرفورمانس بتاعها بيبقى احسن. لو بتديني برفورمانس احسن طبعا هدخل فيها. كده احنا عرفنا اول حاجه استفدنا سو فار. انا شخص كرييتيف على فكره، وده تبان لي بالدليل. انا عملت اسسمنت عرفت بيها ان انا كرييتيف، عرفت انا فين من الليفل اوف كرياتيفيتي، عرفت ايه الحاجات اللي هشتغل عليها، وعرفت انواع الحاجات اللي هشتغل عليها، ان في منها شورت تيرم وفي منها لونج تيرم. ده كان اول حاجه. تاني حاجه عرفت ان في 4 طرق متاحين وموجودين وببلاش الانسان يقدر يطلع بيهم دايما بكرييتيف ايدياز. مشاكل بتعرض ليها، حاجات بسمعها او حاجات باخد بالي منها، وان انا اكتب دايما افكاري اللي بتيجي على بالي كده مره واحده. عرفنا بعديها ان في فوايد عايده عليك وعلى المجتمع وعلى الكاستمرز بتوعك من ان انت يبقى عندك منتج مبتكر. ذكرنا منها حاجات، وعلى فكره في حاجات تانية كتير. وبما اني بقول لحضراتكم ان السيشن دي تفاعليه عمليه، انا عايز حضرتك واحنا بعد ما تخلص السيشن دي اكتب وسيرش ايه تاني البنفيتس اللي بتعود على الشخص اللي عنده انوفيتيف برودكت او منتج مبتكر. احنا ذكرنا منها الماركت شير، ذكرنا منها ذكرنا، نفسي اقول لكم والله ايه تاني، ذكرنا انتوا اللي تجاوبوني يعني، بس للاسف هي انا اللي بتكلم بس انتوا مش بتردوا عليا. ذكرنا منها الماركت شير، ذكرنا منها الهاي برايس، ذكرنا منها السمعه الطيبه اللي بتبقى عند حضرتك دايما، وذكرنا منها ان انت بيبقى عندك عميل وفي ليك، وذكرنا كمان ايه الفوائد اللي عايده على العميل بتاعي، بوفر له في الوقت وفي الكوست وبقلل الريسك الواقع عليه وبديله بيرفورمانس احسن. كده احنا نقدر ندخل، يعني عملنا الفاونديشن او الاساسيات اللي نقدر ندخل بيها ايه هي بقى ال5 مراحل اللي بنقدر نطلع بيهم بانوفيتيف برودكت. عشان كده احنا داخلين عليهم ال5 مراحل دي. ال5 مراحل اللي احنا بنتكلم عنهم، اول حاجه خالص هي شبه شويه الفور ويز اوف جنريتنج نيو ايدياز، ولكن هي دخلت بابروتش تاني وبتولز تانية او ادوات تانية بتعلمك تقدر تطلع برضو بيها بافكار. هي حاجه اسمها ايديا جنريشن اند موبايلايزيشن. حاجه تانية او تاني خطوه اسمها الادفوكسي اند سكريننج. والحاجه الثالثه او الخطوه الثالثه هي الاكسبيرمنتيشن. والرابعه اللي هي الخطوه اللي اسمها الكوميرشاليزيشن. واخيرا ديفيوجن اند امبلمنتيشن. دول ال5 مراحل اللي هنتكلم عنهم واحده واحده وبالتفصيل، اللي بيها تقدر تطلع ببرودكت حديث وجديد. دلوقتي في ناس بتطلع بافكار بعد السيشن، وفي ناس بتطلع ببرودكت فعلا حقيقي. خلي بالكم ال5 مراحل اللي احنا كنا لسه قايلين اساميهم دول، ال5 مراحل دول كده ات ساوندز ان اساميهم مجعلصه شويه ومعقده شويه، وان الموضوع يبان ان هو صعب. خلي بالك احنا هنمسكهم واحده واحده وهنتكلم عنهم حاجه حاجه، وهتعرف ان هم ابسط من البساطه واسهل من السهوله. ولكن
اعرف احنا داخلين على ايه. اللي فات ده كله كان بيحط بس الفاونديشن او بيحط بس الاساسات لكل فكره ان انا يبقى عندي ايديا جديده، او ان انا يبقى عندي ايديا كرييتيف اقدر اطلع بيها ببرودكت انوفيتيف او مبتكر. هنا احنا بنتكلم على الامبلمنتيشن، على مرحله التطبيق بقى. يلا بينا نطبق بقى. عشان كده اساميهم تخوف شويه، ولكن لما نمسكهم واحده واحده هتعرف ان هم عادي خالص. لما نمسك اول مرحله من مراحل ان انا يبقى عندي منتج مبتكر اللي هي ايديا جنريشن اند موبيلايزيشن، هنمسكها واحده واحده كده ونعرف ايه هو الموضوع. مبدئيا ايديا جنريشن اند موبيلايزيشن، هنمسك كلمه موبيلايزيشن دي بعد اذنك نحطها على جنب شويه ونبتدي نتكلم في ايديا جنريشن. الله، هو انت يا شاب مش لسه كنت بتحكي لنا على 4 طرق نقدر نطلع بيها ونجنريت بيها ايدياز؟ هنتكلم تاني على ايدياز، على ايديا جنريشن بشكل مختلف، بشكل عملي اكتر، بشكل قابل للتطبيق اكتر، ابروتش مختلف او طريقه مختلفه تقدر فعلا تطلع بيها بحاجات ملموسه او منتج ملموس. عشان كده هنقسم الكلمه دي لنصين، هنسيبنا من كلمه موبيلايزيشن دلوقتي ونتكلم على ايديا جنريشن. ايديا جنريشن زي ما ظاهر عند حضرتك هو في 4 طرق تقدر تطلع بيهم بايديا او برودكت، نقدر بقى برودكت ملموس نتكلم عنه. اول طريقه في الايديا جنريشن حاجه غريبه كده وات ساوندز جنان، شكلها جنان شويه، حاجه اسمها فورس كونكشن. يعني ايه فورس كونكشن؟ ان انت بتجبر حاجتين ملهمش اي علاقة ببعض وتجبر دماغك ان هي توجد قاسم مشترك بين الحاجتين دول. هوصل لايه؟ هتوصل ان انت القاسم المشترك اللي بين الحاجتين دول ممكن يوصلك لمنتج جديد. بس خلي بالك من حاجة مهمة قوي قبل ما نتكلم عن تفاصيل ال4 حاجات والفورس كونكشن. انا عايز اطمن من حاجة، اوعى تفتكر ان انت لما تعمل مشروع جديد انت كده خلاص عملت منتج جديد، او ان انت كده خلاص عملت انوفيتيف برودكت او حاجة مبتكرة هتنزل بيها السوق. يا جماعة، ياما في مطاعم، ياما في كافيهات، ياما في حاجات كتير موجودة في السوق، لكن ايه الفرق بيني وبين الكومبيتيتورز او المنافسين؟ هو ده السؤال اللي لازم اجابته تبقى عندك. من هنا بتيجي فكرة الابتكار. بمعنى ما تقوليش انا فتحت مطعم، المطعم ده مشروع جميل جدا والمفروض انه ما يخسرش، لكن ايه المميز في المطعم بتاعك؟ هو ده السؤال اللي لازم تبقى اجابته عندك. ندي مثال على ده، هندي مثال مثلا على ماكدونالدز. ماكدونالدز ما هو فاست فود، يعني حاجة بتقدم اكل او وجبات سريعة. ايه المميز بينه وبين باقي الناس؟ على فكرة ماكدونالدز اشتغلت على حاجتين. اول حاجة اشتغلت عليها هي ان انا اوصل الاكل للناس بسرعه، السرعه في ان هي توصل لها. فاكر لما قلت لك البنفيتس اللي عايده على العميل مهمه جدا ليك لانها هتخدمك في ان انت تطلع بحاجه انوفيتيف؟ كانت اول حاجه بتفيد الناس او الناس بتبقى محتاجاها السرعه. ازاي توفر لي في الوقت، ازاي نريديوس تايم. الناس دي يا جماعه اشتغلت على ان اللي بيطلب اكل سريع فهو عارف ان هو بيطلب حاجه مش هيلثي فود، يعني مش حاجه صحيه، وبالتالي الشخص ده جعان جدا، وبالتالي عشان اقدر انجح ان اوصل للشخص ده وافضل انا البراند الوحيده اللي بيتعامل معاها، لازم اوصل له الاكل كمان بسرعه. يعني مش بس طلب اكل سريع، ده كمان وصل له بسرعه. دي اول حاجه اشتغلت عليها ماكدونالدز، بان هي عملت ايه يا جماعه؟ قالت لحضرتك ان انا هوصل الاكل بتاعي بسرعه. مش بس كده، ده عملوا كمان حاجه مهمه قوي. قال لك لما بيبقى في كذا مطعم فاتح او المطعم الواحد لما بيبقى مفتوح، ساعات تروح تاكل عنده وتلاقي الاكل المره دي حلو جدا، تروح تاكل في نفس المطعم تطلب نفس الاوردر اللي انت طلبته بس ما بيبقاش طعمه هو. ليه؟ قال لك لانه بيبقى معتمد على اشخاص او معتمد على بشر شويه، اللي هم ايه يا جماعه؟ يعني ممكن يتغيروا او يتعرضوا لاي ايرورز. يعني الشخص الشيف اللي بيطبخ ده هو ممكن يبقى الشخص ده بيطبخ وعمل اسم الاكل حلو قوي، رحت تاني تاكل في نفس المطعم كان الشيف ده مشي وجابوا شيف تاني مكانه، اكيد الاكل هيبقى طعمه مختلف. حاجه تانية، ممكن يبقى الشخص ده اساسا عملها المره دي حلو جدا بس المره التانية ما عملهاش بنفس الطعم ولا بنفس الكفاءه. وده اللي اشتغلت عليه ماكدونالدز. عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها سيستمايزيشن.
وهي دي الحته اللي كانوا سبيشاليزد فيها، دي تاني حاجه كانوا سبيشاليزد فيها. عملوا حاجه اسمها سيستمايزيشن. سيستمايزيشن يعني ايه؟ يعني اطلب نفس الاوردر بتاع ماكدونالدز في اي حته في العالم وافتح الساندوتش، هتلاقي فيه نفس الانجريدينتس او نفس المكونات اللي موجوده في كل ساندوتش في العالم. يعني هتلاقي عدد وحدات الخس هتلاقيها هي اللي موجوده في اي ساندوتش. مثلا لو طلبت بيك تيستي هتلاقي ان البيك تيستي ده نفس عدد وحدات الخس موجوده في كل الفروع. لو جيت تبص على عدد حلقات البصل هتلاقيها برضو هي موجودة في كل العالم. تيجي تبص حتى على الدروبس بتاعت الكاتشب او المايونيز هتلاقيها هي موجودة في كل العالم. فهم عملوا ده ازاي؟ بقى سيستم هو اللي بيطبخ الساندوتش، هو اللي بيعمل، هو اللي بينزل الدروبس، هو اللي بيعمل الساندوتش يتحط عليه البرجر ووراه على طول الخس، وراه على طول البصل، وراه على طول الطماطم بنفس الاعداد دي. كل ده اللي بيشغله سيستم. فبالتالي نسبة الاخطاء بتقل. 2 عمرك ما تلاقي فيه جودة مختلفة بين الفروع وبعضها، تحس ان في بينهم وبين بعض يونيفيكيشن او ان هم كلهم موحدين. ده عن طريق ايه؟ عن طريق السيستمايزيشن. خلي بالك حاجة تانية برضو من اللي نجحت ماكدونالدز، بما اننا بنذكر قصة نجاح حقيقية بالمناسبة، يعني فكرة الفرانشايز. فكرة الفرانشايز هي اساسا مش اللي اخترعها ماكدونالدز. فكرة الفرانشايز دي جت منين؟ ان هو يبقى في عندي فروع كتير، مش لازم كلهم يبقوا انا اللي مالكهم، لا ده انا بدي العلامة التجارية لناس تانية بتفتح وانا بستفيد وهم بيستفيدوا. فكرة الفرانشايز دي جت منين يا جماعة؟ كان بيقول لك كان في واحده ست يعني بتشتغل في صالونات التجميل، صالونات الكوافير بتاع الستات، وكانت بتعمل قصات الشعر والتسريحات للستات. الست دي كانت قررت تعمل حاجه جميله جدا. قالت عشان نضمن ان الستات اللي تطلب قصه الشعر دي او الطريقه المعينه دي او اللون ده او الشكل النهائي للشعر ده، انا هدربها بحيث ان اللي انا بعمله تبقى هي بتعمله وغيرها بتعمله and so on. خد الفكرة بتاعت ان بقى حاجات بتتكرر بنفس الكواليتي، وفكر ان هو يعمل حاجة اسمها فرانشايز للبراند بتاعته. مش لازم ابقى ملك لكل الفروع، لا ده انا ممكن ادي العلامة التجارية لناس هم يستفيدوا وانا كمان استفيد انتشار، ربحية اعلى، وصول اكتر للمستهلكين. عشان كده عايز اقول لحضرتك مش معنى انك فتحت مشروع ان حضرتك كده خلاص عملت منتج مبتكر. وده اللي يوصلنا ونرجع تاني لل5 مراحل اللي اساميهم تبان ان هي صعبة وتفاصيلهم تبان ان هي مجنونة شوية. بس عايز اقول لحضرتك حاجة، اي حاجة من اللي احنا بنقولها انا قلت من الاول هي سيشن او البرنامج بتاع النهاردة ده هو حاجة عملية وتفاعلية. بما اننا مش بنتكلم وبنرد على بعض، فحضرتك اللي مطلوب منك تبقى بترايت داون الكلام اللي بيتقال وترجع جري بعد السيشن اعمل عليه سيرش واستفيد اكتر واكتر فيه. باك تو اول خطوة من الايديا جنريشن. ايديا جنريشن دي يا جماعة انت خلاص بقى مش الفور ويز اللي قدام. الفور ويز دول حلو ان انت بيقول لك خلي بالك، بس انت تقدر عن طريق دول تمسك حاجات وتحطها في نطاق التنفيذ. احنا دلوقتي في نطاق التنفيذ. فورس كونكشن هي اول طريقة ومن الطرق اللي انا بعتبرها مجنونة جدا، بس بتوصل لحتت انت مش متخيل ممكن توصل بيها لفين. الفورس كونكشن هو انك تمسك حاجتين همش اي علاقة ببعض خالص، وتحاول تجبر نفسك انك توجد على حاجة مشتركة بين الاتنين دول. زي ايه؟ هدي حضرتك امثلة كتير بالمناسبة يعني. ومش بس كده، ده انا كمان عايز اسيبك انت تجيب اي حاجتين يجوا في دماغك، وبعد السيشن اجبر نفسك ان انت توجد ايه القاسم المشترك بين الاتنين. تعال مثلا ندي مثال. اول مثال مثلا في فورس كونكشن بتجبر الصله بين شيئين ما لهمش علاقه ببعض. زي ايه مثلا؟ زي ايه القاسم المشترك بين الصاروخ والكمبيوتر؟ ايه القاسم المشترك بين الصاروخ والكمبيوتر؟ الحاجه على فكره انا ممكن اسيب السؤال ده اوبن كويستشن واسيب حضراتكم تفكروا فيه، بس بما انه اكزامبل
فهتلاقيني بقول مش انا هقول حل واحد بس، على فكره هو في حلول كتير، بس تعالى مثلا نتخيل مع بعض ايه القاسم المشترك بين الصاروخ وبين الكمبيوتر. مش الكمبيوتر ده بعد ما تقعد تفكر كتير كتير كتير، مش الكمبيوتر ده هو اسرع طريقه بيها اقدر اوصل للمعلومات؟ طب ما انت عند حضرتك الصاروخ هو اسرع وسيله توصل بيها للاماكن. ده انت ممكن عن طريق الصاروخ تخرج بره الكره الارضيه اصلا. عشان كده بيقول لحضرتك امسك حاجتين واعرف ايه قاسم المشترك بينهم وبين بعض. بس يا شاب صاروخ وكمبيوتر، ايوه انا يعني اديني مثال تاني، انا حاسس ان انا كده ممكن اتوه او افتكر ان الموضوع كبير. يا جماعه في ناس طلعت بافكار لمجرد ان هي مسكت حاجتين ملهمش علاقه ببعض، وقدرت ان هي تفورس their minds، يجبروا عقلهم ان هم يطلعوا بحاجات مشتركه. اديك مثال تاني، في واحد مسك الموبايل ومسك الكاميرا واجبر نفسه ان هو يدور ايه القاسم المشترك بين الاتنين دول، موبايل وكاميرا. ايه الموبايل والكاميرا؟ موبايل وكاميرا، موبايل وكاميرا. وقعد يفكر كتير لحد ما وصل ان الاتنين دول بيحملوا، الاتنين دول الناس بتمسكهم. مش بس كده، ده جت فترة قبل ما يبقى فيه التكنولوجي الفظيعة اللي بتاعت الكاميرات الموبايل، جت فترة كنت تبص على أي سايح أو تبص على أي شخص ماشي بيحب التصوير هتلاقي دايما شايل غصب عنه الاتنين، إيه هما؟ الموبايل والكاميرا. فالشخص ده فكر هو أنا ليه ما أخدش الموبايل وادمجه مع الكاميرا ويبقوا الاتنين موجودين في جهاز واحد؟ هبقى اديت للعميل إيه؟ وفرت له كوست، ووفرت له تايم، ووفرت له مجهود، وكمان اديته unlimited صور يقدر يصورها ويمسح ويعمل ويبقى هو المصور بتاع نفسه. ودلوقتي يا جماعة لو تلاحظ من كتر استخدامنا للموبايل أو الكاميرا بتاعت الموبايل، احنا بقينا حريفة جدا في استخدام الكاميرا. حاجات اكتشفناها وبقينا عارفينها، ازاي اصور بانوراما، ازاي اصور مش عارف بورتريه، ازاي اصور صورة عادية. بقينا حريفة جدا في استخدامها. مش بس كده، ده كمان طلعت عليها افكار جديدة ازاي تعمل فلترنج للصورة، وكأن كل واحد فينا بقى معاه كاميرا ايه يا جماعة؟ بروفيشنال. جت منين اصلا ان الناس دي بتفورس كونكشن بينها وبين بعض؟ اوعى تفتكر الراجل اللي مسك القلم وحط جواه كاميرا ان هو مبدع وانت لا، هو خد الطريقه بس وطبقها. عشان كده بقول لحضرتك ما تحكمش على الحاجه الا لما تجربها. الراجل اللي مسك موبايل مسك الكاميرا وقال لك ايه؟ طب بما ان الكاميرا عرف يحطها في الموبايل، طب واي نوت ان انا احطها جوه القلم؟ نجحت فشلت، استخدموها في استخدامات الناس الطبيعية او استخدامات تانية. ده مش قصتي، انا قصتي ان طلع برودكت انوفيتيف من كلمة فورس كونكشن. ما اعتقدش ان في حد دلوقتي ممكن يضحك عليا لما اقول له ايه القاسم المشترك مثلا بين علبة الجل والريموت كنترول. ما اعتقدش ان ده الناس دلوقتي ممكن تستغربه. طب ايه رايك ان انا مش هجاوبك على ايه القاسم المشترك بين علبة الجل والريموت كنترول؟ ايه، مش هقول لك ايه القاسم المشترك، بالعكس ده انا عايزك بعد السيشن اقعد فكر كده مع نفسك ايه القاسم المشترك بين الاتنين. ولو لينا نصيب نتقابل تاني ممكن ابقى اقول لك حاجه مش انا اللي فكرت فيها ولا طلعت فيها، ده ناس زيهم زينا عادي خالص طلعوا لما سالتهم السؤال ده طلعوا بافكار وطلعوا ببرودكتس انوفيتيف فعلا. ايه القسم المشترك بين الجل، علبه الجل، وايه تاني يا جماعه؟ والريموت كنترول. لا تتخيل انت ممكن لو قعدت تعصر دماغك في حاجه زي كده تطلع بافكار شكلها عامل ازاي. هموت واحرقها بس لا مش هحرقها. طيب anyways نتكلم على النقطه الثانيه. النقطة التانية هي ان حضرتك تعمل حاجة جميلة جدا. الحاجة الجميلة جدا دي اسمها ايه؟ اسمها ستار بيرستنج. ستار بيرستنج يعني ايه؟ يعني انفجار النجوم. ايه الاوفر ده يا انفجار النجوم مرة واحدة؟ انفجار النجوم هو خلي بالك هي مصطلحات بس، لكن انت لما تيجي تبص للموضوع وتفكر فيه هتلاقي نفسك ان
على فكره ده ممكن ان احنا نعملها وممكن ان احنا نستخدمها. الستار بيرستنج او انفجار النجوم هي ات ساوندز اوفر وحاجه صح. ايه يا عم انفجار النجوم ده والكلام ده؟ هي شبه زي ما احنا لسه قايلين البرين ستورمنج. البرين ستورمنج ده اللي هو ايه، اللي ما يعرفش يعني، البرين ستورمنج ده يا جماعه هو العصف الذهني برضو بالترجمه الحرفيه يعني. طب ايه هو البرين ستورمنج او العصف الذهني ده؟ هو ان احنا نجيب مشكله، المشكله دي تتحط على الترابيزه. المشكله دي جبناها منين يا جماعه؟ فاكر الفور ويز اوف جنريتنج ايدياز، او ان انت تطلع بايدياز؟ هو الناس اللي طلع لها مشاكل دي عملت ايه؟ ما هي بتعمل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. ذاتس واي قلت لحضراتكم احنا في مرحله التطبيق او الامبلمنتيشن. طيب المهم البرين ستورمنج ده هو ان انت حضرتك تجيب مشكله تحطها على الترابيزه وتبتدي، سواء انت لوحدك او قاعد مع مجموعه من الناس، تفكروا في حلول ليها. يلا بينا ندور على حلول ليها. ايه الحل في المشكله الفلانيه؟ كل واحد يفضل يفكر ويقدر يطلع ويقدر يعمل. دي برين ستورمنج. امال ايه الفرق بينها وبين الستار بيرستنج او انفجار النجوم؟ هي من اسمها كده انفجار النجوم ده، هو من اسمها كده ان انت مش بتدور على حلول المره دي، انت بتدور على ايه هي المشكله واسبابها وابعادها. بنقعد نسال بعض اسئله ليها علاقه بالمشكله مش بالحل. بالمشكله مش بالحل. يعني تجيب مشكله وتقعد تسال نفسك شويه اسئله. هي المشكله دي اتعملت او اتوجدت ازاي؟ اتوجدت ازاي اصلا؟ تفضل كله يعصر دماغه، ده اول سؤال، كله يعصر دماغه. اتوجدت ازاي؟ انت استفدت حاجه من كده؟ انت ممكن تكون عرفت ايه الروت اوف بروبلم او ايه سبب المشكله اللي هيليد يو ويوصلك ان انت توصل للحل. طيب ازاي طلعت المشكله؟ طب امتى طلعت المشكله؟ طب ليه اصلا طلعت المشكله؟ كلها اسئله بتتمحور حوالين المشكله نفسها اللي عندك دي. طيب ازاي المشكله دي بتأثر على الناس؟ ازاي المشكلة دي بتأثر على المجتمع؟ ازاي المشكلة دي ممكن تأثر عليا انا شخصيا؟ ونقعد نفكر ونقعد نجرب ونقعد ندور ونقعد ندعبس لحد ما نطلع عندي صورة كاملة للمشكلة. على فكرة انت لما يبقى عندك صورة كاملة للمشكلة بكل الدايمنشنز بتاعتها والابعاد، تستفدت حاجات كتير قوي. واحد، انت بقى عندك معلومات كتير جدا عن المشكلة دي. 2، انت بقيت عارف تأثيرها بكل الأبعاد بتاعته عليك وعلى المجتمع وعلى الناس كلها. 3، انت عن طريق معرفتك لكل الزوايا بتاعت المشكلة تقدر وبمنتهى السهولة انك تطلع بالحل. لما نيجي نتكلم على الحاجة التالتة او الوسيلة التالتة، احنا خلاص في مشكلة بقى يا جماعة وبنطلع منها وبنحاول نطلع منها ايدياز اطلع بيها لمنتج عشان ما تتوهش مني. بنتكلم على الحل الثالث او الطريقة الثالثة اللي الناس بتستخدمها، حاجة اسمها برين رايتنج. برين رايتنج مش دي شبه شوية يا شاب رايت داون يور ايدياز؟ بس رايت داون يور ايدياز هي بتتكلم عليك انت بشكل فردي، لكن برين رايتنج هي بتتكلم على ايه؟ لو انا قاعد مع مجموعة بنبتدي نعمل ايه بقى؟ احنا كمجموعة كل واحد فينا بيسبيك اوت لاود هيز ثوتس ولكن في شكل مكتوب. بيعملوها ازاي البرين رايتنج دي؟ بيعملوها بكذا طريقة. يوزع مثلا ستيكي نوتس على كل الناس اللي قاعدة في الأوضة واللي بتبتدي تأدرس، تحط المشكلة قدامهم ويبتدي يفكروا ليها سواء كان في حلول أو في الروت كوزز اوف بروبلمز بتاعتها، ويبتدوا كله يكتب مش يتكلم. يكتب مش يتكلم، او يحطوا فليب شارت كبيره كده جنبهم وكله يطلع يكتب افكاره اللي بتيجي في ذهنه، يطلع يكتبها على ايه؟ على فليب شارت. ويرجع بعد كده نحط كل الورق ده جنب بعضه ونقراه بقى مع بعض، ونبتدي بقى نكسكلود وننكلود ايه الحاجات اللي تتشال او مش غير قابله للتطبيق، وايه اللي منها قابل للتطبيق نقدر ناخده ونشتغل فعلا عليه. طب انا عندي فكره يا شباب، ما تيجي بدل ما نقعد نكتب ونقعد نوزع ورق ونقعد نكتب على فليب شارت، ما نقعد نتكلم مع بعض. على فكره الكلام حلو جدا ومفيد جدا، ولكن اوعى تنسى الحاجات لما بتتكتب هي بتبدأ تتحقق. ده واحد.
لان استفدنا من شويه كده اتكلمنا بدايه تحقيق الشيء كتابته، فانت استفدتوا ان انتوا على الاقل كتبتوها، فهي غير قابله للنسيان. ادي اول استفاده. انت لو قاعد بتتكلم مع اصحابك وقعدتوا تتكلموا في افكار انتوا كلكم كده مع بعض، في واحد ممكن يكون رمى فكره على الترابيزه ما حد سمعها ولا اهتم بيها، او اتقالت واتنست وكانت هي دي الحل، او كان هو ده اللي اقدر اطلع بيه بانوفيتيف برودكت. طيب السبب الثاني ان انت لكلمه برين رايتنج ويعلمك ان انت تكتب من اهدافها ايه. يا جماعه في ناس مننا انتروفيرتس يعني ايه؟ بيبقى انطوائي شويه. انطوائي ده مش عيان على فكره، انطوائي ده بيبقى دماغه دي فيها بريليانت ايدياز، فيها افكار انت مش متخيل حلوه ازاي، ولكن بيتكسف شويه يتكلم قدام الناس، ما يحبش يقول افكاره قوي قدام الناس، يعامل حساب قوي للناس. تيجي تقول لو جه اتكلم كده ان بابليك تلاقيه مقتضب شويه في كلامه، فبالتالي ما بيستفدش، فبالتالي كلنا بنخسر ايه؟ الفكره اللي في دماغ الشخص ده. ليه؟ لان هو مش هيقولها، فبالتالي حضرتك خسرت ان الفكره دي ما اتحطتش. حضرتك لما بتكتبها هي بتتحط على الترابيزه وبتخلي كل الناس سواء كان انطوائي او اجتماعي كلهم بيكتبوا ارائهم. ثالث ميزه للبرين رايتنج which is very important ومهمه جدا جدا جدا، عمرك اتكلمت باسترسال في فكره وجي مره واحده واحد قطعك في الكلام وسألك سؤال او ادالك objection، اعترض على اللي انت بتقوله ده، فوانت بترد عليه نسيت اصلا انت كنت بتقول ايه؟ بتحصل معاك ولا معانا بس؟ بتحصل معانا كلنا. ميزه البرين رايتنج ان هي بتجبر حضرتك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تقول وتكتب كل اللي انت عايزه، واعمل كل اللي انت عايزه، ان شاء الله تخلصه في صفحه، مش في صفحه واحده، خلصه في صفحه، وبعد كده نبقى نشوف بقى ايه اللي اتقال. That's why يا جماعه الحته بتاعه البرين رايتنج مهمه لكل الناس، انطوائي اجتماعي بيتكلم بيعمل. الكتابه انت مش متخيل عامله ازاي سحر. عمرك سالت نفسك الشخص اللي بيكتب كتاب الاوثرز المؤلفين الكتب بيكتبوها ازاي؟ الناس دي يا جماعه على فكره ما بيبقاش قاعد كده ومره واحده الالهام نزل عليه قام كاتب وقام عايش حياته. الناس دي يا جماعه بتخصص وقت للقعاد مع نفسها او مع الاخرين، يعني في ستايل ده وفي الستايل ده، وبيبتدوا يكتبوا اي حاجه بتكروس دير مايندز مره واثنين وثلاثه. يفضل يجبر نفسه. لو جبت اي كاتب يعني اعمل سيرش على اي كاتب بيكتب ازاي او بتجيله الفكره ازاي، هتلاقي طبعا اجابات كتير. خد منهم الناس اللي هم فعلا الملهمين واللي عايزين يعلموا الناس، هيقولك انا بخصص وقت لنفسي، اقعده مع نفسي او مع الاخرين وابتدي اكتب الافكار اللي بتيجي على بالي واسيبها على جنب واخرج وارجع اقراها تاني. لما برجع اقراها تاني كأن مش انا اللي كنت بتكلم، ده اللي جوايا هو اللي كان بيتكلم، فبدأت ابص عليها كده تاني واقدر اطلع منها بنيو ايدياز. That's why مهم جدا ان انت تكتب الحاجات اللي جوه هنا سواء عندك او مع شركائك. الحاجة الرابعة والاخيرة في حتة ايديا جنريشن هو تكنيك جميل جدا، اعتقد ان معظمنا دلوقتي بقى اوير بيه، اسمه ده 6 هاتس. ايه موضوع ال6 هاتس ده؟ مبدئيا انا هشرحه بس هو موضوع كبير انت محتاج تعمل عليه سيرش. عشان كده انا هبقى غلس واعيد تاني كلمة، هي تفاعلية عملية. لو فاكر انك هتاخد المعلومة كلها from A to Z بالمعلقة، ده مش هيحصل. انت لازم تجري وتدور وتتعب وتسيرش عشان تطلع فعلا بالمعلومة كاملة. طيب ايه موضوع ال6 هاتس ده؟ موضوع ال6 هاتس ده جه منين اصلا؟ بيقولك لما بيقعدوا مجموعة مع بعض بيكلموا بيناقشوا فكرة او بيتناقشوا في حاجة، كل واحد مننا بيبقى عنده area of orientation، يعني ضليع في حتة معينة. واسأل كده او جرب كده لما تقعد مع مجموعة مع اصحابه، تلاقي دايما واحد بيفكر دايما في الحاجات بالجانب التفاؤلي، ده شخص حالم جدا. واحد تاني دماغه كلها عبارة عن افكار جديدة بس غير قابلة للتطبيق. واحد تالت تلاقيه قاعد دايما بيفكر في الريسك، لا يا جماعه خلي بالكم ممكن يحصل كذا، تيجي تقول له هنفتح مشروع، لا 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 ده الاقتصاد، ده اللي مش عارف ايه، ده اللي مش عارف ايه، وتلاقيه دايما ايه عنده كده ايه كونسيرنز ناحيه الريسك. عشان كده عملوا الثيري بتاعه ال6 هاتس،
الثيري بتاعت السكس هاتس دي هي عباره عن ايه؟ بيقول لك بيقعد مجموعه من الناس وبيجبروا بعض ان هم يلبسوا طواقي معينه، مش طواقي فيزيكلي، طواقي بس بيقولوا احنا لابسين الطاقيه الفلانيه دلوقتي، وكل طاقيه من دول ليها عنوان وليها ابروتش. ازاي؟ مثلا هم عندهم مشكله يا جماعه معينه بيتكلموا فيها، عندهم شيء بيناقشوه، جابوه منين؟ من حاجات كتير، منهم الفور ويز اللي اتكلمنا عليهم قبل كده عشان بس ما تتوهش مني. طيب بقى عندي الحاجه اللي بنتكلم فيها، تعال نلبس بقى الطواقي السته. بيقول لك مثلا اول طاقيه اسمها ذا جرين هات. ايه الجرين هات دي؟ الطاقيه الخضراء يعني. ايه موضوع الطاقيه الخضراء دي؟ الطاقيه الخضراء دي هي اسمها طاقيه الكرياتيفيتي، ذا كرييتيف هات. يعني ايه؟ يعني بتجبر كل الناس اللي قاعده ان هو يطلع بحلول بره الصندوق ناحيه الشيء اللي بنتكلم عنه ولو مجنونه وغير قابله للتطبيق. ما هي كرييتيف هات. كل الناس. فتلاقي ان الشخص اللي هو المتشائم شويه او الشخص اللي هو بتاع الريسك قوي ده، هو او اللي ما عندوش معلومات كتير، اشخاص كتير يعني، تلاقي ان الشخص ده بيجبر نفسه ان هو يعمل ايه يا جماعه؟ يكم اب وذ ايدياز. ما احنا لابسين الطاقيه الخضراء. طيب خلصنا كل الايدياز، حطيناها كلها وكتبناها وعملناها ومحطوطه كلها قدامنا، كل واحد ادلى بدلوه زي ما بيقولوا وكتب الايدياز بتاعته. حلو قوي يا جماعه، enough بقى فور ايدياز. ما احنا مش هنقعد نجيب ايدياز وما نحطهاش للتطبيق. تعالى نلبس الطاقيه الثانيه. بيقول لحضرتك ان الطاقيه الثانيه دي هي اسمها ذا بلو هات. البلو هات دي اللي هي الكوندكتور هات. يعني ايه كوندكتور هات؟ يعني بحط بقى الافكار، ايه من الافكار اللي احنا قلناها دلوقتي دي ينفع يتحط لها بروسيس وكنترولز. ايه منهم ينفع يتحط لها بروسيس وكنترولز؟ انت متخيل فكرة زي بتاعت اوبر، انه يطلع باوبر، فكرة المجنونة الجميلة دي اللي دلوقتي لبت نيدز كتير عند الناس in terms of performance, in terms of price, in terms of risk, in terms of كل حاجة، in terms of ان انت تبطل تناقش وتتناقش مع السواق في الأجرة، in terms of حاجات كتير، in terms of انك تعرف هتوصل امتى وايه الطريق الصح. انتوا فاكرين يا جماعة الفكرة دي لما اتقالت ما لبسوش البلو هات؟ البلو هات بتاعت الكنترولز والبروسيس. حلو قوي. احنا هنربط الموضوع كله بابلكيشن، الابلكيشن دي على الانترنت وهتبقى كونكتد مع جوجل اند سو اون. ايوه، ايه الكنترولز بتاعتها؟ وعلى فكره لما بيتحط لها كنترولز وبروسيس كل فتره بيتعمل لها انهانسمنت. ولو هنتكلم على الاكزامبل بتاع اوبر اللي اتحط له طبعا كنترولز عظيمه عشان ينزل وينجح ويلاقي كل ده، واحده من ضمن الكنترولز اللي بقت تتحط ان رقمك ما بيظهرش عند السواق. بيبقى دايما كان زمان يا جماعه اول ما نزلت اوبر كان رقم الكاستمر بيبقى عند السواق ورقمه عندك، فبتتصلوا ببعض عشان تعرف قربت تيجي لا ما قربتش تيجي. دلوقتي الموضوع ما بقاش كده، دلوقتي رقمك ما بقاش بيظهر عند السواق، بقى في انترميديت نمبر بينك وبينه، في خط وسيط كده او رقم وسيط هو اللي بيوصلكم ببعض. ليه؟ لقوا ان في ناس بتشتكي ان ممكن السواق يبتدي يعاكس او الكاستمر يمسك السواق ويكلموا يدخلوا في برايفت ديلز بينهم وبين بعض. فهاو تو كنترول الحاجات اللي زي دي؟ قال لك لا احنا هنعمل انترميديت نمبر يبقى هو اللي جامع بين الايه الكاستمر والسواق. فبلو هات دي مهمة جدا ان انت بتمسك الايديا بتاعتك وتبتدي تدور لها بقى على كنترولز وعلى بروسيس. بنعمل ايه في النص؟ بعد ما كان عندي 10-15 فكرة من الجرين هات، هتلاقي وانت بتفكر في ايه البروسيس والكنترولز بتاعت كل فكرة، هتلاقي نفسك الافكار اللي كانت كتير قوي في الجرين هات اللي بيحصل لها يا جماعة بتبتدي تبقى بتقل، بتبتدي تبقى سكويز شويه تضغط كده شويه وعددها يقل. يلا بينا نلبس الطاقيه الثالثه. الطاقيه الثالثه اللي هي الريد هات. الريد هات دي يا جماعه هي يعني شبه شويه يعني الجرين هات، عشان كل ما يجي يعمل حاجه راشنال يرجعك تاني للحاجات الراشنال او الحاجات الغير منطقيه. بس يعني هو هنا بيعمل ايه بقى؟ هو كانه بيخرج اللي جوانا بجد. في افكار يا جماعه بتبقى محطوطه على الترابيزه ومعمول لها كنترولز، بس انت عندك فيلينجز غريبه
towards الفكره دي، ناحيه الفكره دي عندك احاسيس كده غريبه. that's why هنا it's time ان احنا كل واحد يطلع مشاعره ناحيه الافكار دي، كل واحد بقى it's time انه يطلعها. that's why بيسموا الريد هات دي the feeling hat. feeling hat يعني ايه؟ هي طاقيه المشاعر او طاقيه الايموشنز، طاقيه الاحاسيس. قول لي احساسك ايه ناحيه كل فكره من الافكار اللي احنا دلوقتي موجوده عليها وتعمل لها كنترولز، وتبتدي شويه مجموعه من الاسئله. خلي بالك كل طاقيه من دول تحتها مجموعه من الاسئله، انا مش هقولها لك. ما انتوا مش هتقعدوا مع بعض يا جماعه تقولوا يلا نلبس الجرين هات ويلا كل واحد يفكر في ايديا كرييتيف. لا، ده في اسئله هي اللي بتحكمكم وانتوا لابسين الطاقيه دي. في اسئله للبلو، في اسئله للريد. الريد دي الكونكلوجن بتاعها ان هو كل واحد بيخرج احساسه ومشاعره ناحيه الفكره دي، بيبتدي يتكلم عنها from a feeling perspective. طيب كل واحد قال مشاعره وخرجنا كل حاجه، يلا بينا نلبس الطاقيه الرابعه. الطاقيه الرابعه دي بيقولوا عليها ذا وايت هات. ايه الوايت هات دي؟ بيقولوا عليها برضو ذا فاكتشوال هات. يعني ايه فاكتشوال هات؟ هي ما هو كم المعلومات اللي عندي واللي ناقصني ناحية هذا الشيء اللي احنا بنتكلم فيه، ناحية الشيء اللي احنا بنتكلم فيه ده، الفكرة دي. يعني احنا خرجنا بفكرة، الفكرة دي هي اللي هتحل المشكلة اللي جات لنا اصلا من قبل كده. طب ايه بقى كم المعلومات اللي عندي؟ انا اعرف عنها ايه؟ That's why تيجي هنا مرحلة الوايت هات أو gathering information. بتبتدي تجاذر information عن إيه؟ بتجاذر information عن الفكرة أو الأفكار المطروحة على الترابيزة دي. هي that's why بيسموها the gathering information hat أو الفاكتشوال هات، أو مرحلة اللي بعرف بيها المعلومات اللي عندي واللي ناقصاني كمان. خلصنا الفاكتشوال هات، يبتدي يلبس الطاقية رقم 5 اللي هي اليالو هات. اليالو هات دي يا جماعه اللي هي اليالو دي اللي هي جايه من الشمس، والشمس دي اللي هي بتدينا دايما اشراقه وبتدينا دايما كده احساس بالتفاؤل. ذاتس واي بيسموا اليالو هات دي هي الاوبتيمستيك هات. يعني ايه اوبتيمستيك؟ الطاقيه اللي فيها تفاؤل وفيها يلا بينا نبص على الجانب المشرق من الموضوع. كل ما يجي حد يفكر باي حاجه نيجاتيف، هم عاملين الطاقيه دي مخصوص للناس النيجاتيف مايندد، اللي هم بيقعد يفكر في كل الحاجات السلبيه في الشيء اللي احنا بنتكلم عنه. عارف الناس اللي يبقى فيه فكره محطوطه على الترابيزه بس تحس كده وهو مش قاصد، بس مهمته انه يدستروي الفكره دي او يدمرها تماما. ذاتس واي قالوا له لا، البس بقى الطاقيه الصفراء غصب عنك، دور على الجانب المشرق من الموضوع. طاقيه اليلو هات دي يا جماعه، في ناس بتفكر الجانب المشرق في الموضوع او في المنتج بتاعي ده اللي انا هتكلم فيه، وببص على ابعاده وفوائده عليا، على المجتمع، على البلد، على العالم ازول. انت بتلبس الطاقية دي وبتبتدي تتخيل طب دي ايه فوائدها بقى على العالم كله، ازاي بقى نبص على الجانب المشرق منها. ناس كتير بتستغرب ان المؤسسات الناجحة دايما عندها فيجن. الفيجن دي بتيجي منين؟ الفيجن دي بتيجي يا جماعة من مجموعة انفورميشن والليفل عالي اوف اندرستاندينج للأورجانيزيشن بتاعتها، وبيبقى عندهم أهداف طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، بيها عايز يوصل لهدف كبير وحلم كبير اللي هو بتبقى الفيجن بتاعتهم. بالمناسبة الفيجن دي بتيجي منين؟ في ناس بتجيب الفيجن بتاعتها من اليالو هات. أنا عايز المنتج بتاعي ده، مش لازم أعملها دلوقتي، هتفيد العالم في كذا، ويبتدي يحط لها مايلستونز، ويبتدي يشوف هيوصل ازاي للحلم الجميل ده او الهدف الجميل ده. ده بيجي منين؟ من الاوبتيمستيك هات او اليالو هات. اخر حاجه خالص أو اللي هي سادس طاقيه الناس بتلبسها هي فكره البلاك هات. البلاك هات دي يا شباب هي الجادجز بقى. يعني حتى تلاقي جت منين ان معظم القضاة بيبقوا لابسين البلطو الاسود، هي جت من هنا الايه الجادج هات. الجادج هات دي انت بتبتدي تجادج بقى، هي الفكره بتاعتي دي ممكن ايه الريسك اسسمنت بتاعها، ايه العائد اللي ممكن يحصل لي عن طريق، او ايه الاوبستكلز اللي ممكن تقابلني لما اعمل الفكره دي. مش بصينا على اليالو هات وبصينا على الجانب المشرق، تعال نبص على الجانب زي ما بيقولوا السوداوي شويه من الموضوع. هنا بقى كل الناس النيجاتيف مايندد يعني بيفتحوا في الكلام ما يقفلوش، الحمد لله يا رب. المهم بيبتدي يبص على السلبيات بتاعه الموضوع،
بيبتدي يبص على الحاجات النيجاتيف من الموضوع، بيبتدي يبص على الريسك بتاعها. وايه هو نوع الريسك ده؟ الريسك ده يا جماعه ممكن يكون على فكره ريسك فاينانشال، ممكن يكون كلتشر، ما ينفعش ان انا اعمل ده، العميل بتاعي مش هيتقبله. ممكن تكون الريسك بتاعي لاك اوف ريسورسز، ما عنديش الريسورسز اللي اعمل بيها ده. ببص على كل الجوانب، بجادج بقى الموضوع، وابص على كل الجوانب السلبيه او الغير قابله للتطبيق في الريسك اسسمنت بتاعتي، او الحاجات اللي بتكونسيرن او بتضايقني، وابتدي ادور لها على ايه يا شباب؟ على حلول. من هنا جت فكره السكس هاتس. السكس هاتس دي يعني a great tool لينا كلنا نقدر ان احنا نفكر فيها، وابتدي افكر فيها واستخدمها في حياتي. انت مش متخيل، انت متخيل بعد ال6 طواقي دول كم المعلومات اللي هيبقى موجوده عند حضرتك عن الفكره اللي جات لك من الاول من الفور ويز؟ انت متخيل كم المعلومات اللي هيبقى موجوده عند حضرتك؟ كم الاناليسز اللي طلعت بيها وعملتها، فطلعت بيها بحاجات انت مش متخيل مفيده ليك ازاي. دي كانت طرق اقدر اجنريت بيها ايدياز او برودكت بقى للحاجات اللي جات لي من الاول. امال ايه كلمه موبيلايزيشن؟ موبيلايزيشن هي جايه من اسمها، هي تحريك الاشياء. جايه منين يا شباب؟ تحريك الاشياء. حاجه بتبقى بتعمل حاجه معينه عادي خالص، وحاجة تانية مثلا بتعمل حاجة وبتبتدي تحرك الحاجات دي ناحية بعض، او تبتدي تحرك الشيء ده وتخليه ايه؟ تطوعه ازاي لمصلحتك. يعني اكزامبل بتاع ماكدونالدز لما جات له فكرة الفرانشايز، هو عمل ايه؟ هو حرك فكرة الست اللي كانت بتعلم الناس ان هم يعملوا فكرة القصات الشعر بنفس الطريقة بتاعتها ونفس الجودة، حركها لفكرة ايه؟ طب ما انا ما اقدر اعمل فروع لنفسي، مش لازم ابقى مالكها وتبقى بنفس الجودة اللي انا قررت ان انا اقدمها للناس. دي فكرة الموبيلايزيشن. واوعى تفتكر والنبي الناس دي مختلفة عنك او غريبة عنك او ان انت بعيد عن القصة دي، صدقني لا، انت اصلا كرييتيف، وشفتها النهاردة وبدليل عملي. لو حد فيكم جاب زيرو يجي يقول لي انا جبت زيرو فانا مش كرييتيف. لا يمكن يكون حد جاب زيرو، which means ان كلنا كرييتيف بطبعنا. طيب ايه تاني موبيلايزيشن؟ تحريك الاشياء. سمارت ووتش. سمارت ووتش اللي هي اول ما نزلت كانت حاجه لاكجري، ويعني ما بيستخدمهاش كل الناس، اللي دلوقتي بقت ريل نيد، وناس كتير بقت بتجيبها عشان فعلا عندها نيد ناحيه ده، مش بس مظهر اجتماعي. السمارت ووتش دي يا جماعه هي فكره جت جمعت بين، طب ما الساعه اللي هي بتفانكشن كساعه، واي نوت ان انا اقلب الموبايل لسمارت على سكيل اصغر واحطه في الساعه دي. فبقى عندي حاجه اسمها سمارت ووتش، بيها ارد، بيها اقفل، بيها اعمل. وطلع بعديها من حته السمارت ووتش دي افكار انت مش متخيل قويه ازاي، وفي منتهى الخطوره، وفادت العالم وفادت المجتمع. اقول لك زي ايه؟ زي مثلا فكره ان هو دلوقتي بقت الساعه دي هي نظام صحي متنقل انت ماشي بيه. تاني، هي نظام صحي متنقل انت ماشي بيه. جت منين؟ من فكره موبيلايزيشن. انت حركت الحاجه، بقى كأن معاك كده ايه، كونسلتنت او مستشار طبي ماشي معاك على طول ما انت لابس الساعه، يحسب لك نسبه الاكسجين في الدم، يحسب لك ضربات القلب بتاعتك، يحسب لك عدد الخطوات اللي مشيتها النهارده، يسالك وانت ماشي لو عملت مجهود زياده هو ده العادي بتاعك ولا ده ورك اوت. فتبتدي كده ايه، انت حاسس ان انت معاك فريق طبي ماشي معاك. مش بس كده، ده كمان لو لقى ان النبض ضعيف او قل، وتشيس حصل على فكره في كيس في امريكا، كان حد لابس سمارت ووتش وبيعمل الريجولار اكسرسايز بتاعه اللي هو التمرين اليومي بتاعه اللي هو بيعمله، ومره واحده الراجل ده طب وقع ساكت. الساعة لقت ان نبض الراجل ده بدأ يقل، فقامت بعت على طول، اتصلت على طول، لانه كان حاطط الامرجنسي نمبر ابنه تقريبا، او ان هي كانت كونكتد بالاسعاف، والاسعاف جالها على طول اتصال ان في حد مريض ومكانه اهو واقع، يعني نبضه ضعيف، والراجل ده اتلحق بسبب السمارت ووتش. موبيلايزيشن، تحرك الحاجة ناحية حاجة. ناس طلعت بعد فكرة السمارت ووتش دي بفكرة تانية،
عشان تعرف ان الافكار از اندلس، لا نهائيه، ومش ناس معينه، مش حكر على ناس معينه، ده كلنا كرييتيف. في ناس طلعت بايه يا جماعه؟ قال لك ان اي اب وام بيبقى عندهم اطفال، يوجوالي الاطفال دي بتتحرك كتير وبدون وعي وهكذا، يعني بالذات لو دخلوا في كيدز اريا او في وسط اطفال بيتجننوا. يعني اللي فيكم شاف اطفال هتلاقي ان ده بيحصل وبيحصل كتير قوي. فعملوا حاجه جميله جدا، قال لك السمارت ووتش دي غاليه جدا، لا يمكن الاب يجيبها لابنه عشان يكلمه او ان هو يوصل له او يربطها له بالجي بي اس فيعرف يوصل له. قال لك طب ما نعمل ساعه الكوست بتاعتها اقل، وده موجود على فكره، ده موجود. يعني اللي فيكم يعمل بس سيرش على الساعات اللي بتتجاب للاطفال، اتفرج هي سعرها ايه، سعرها ما يعديش ال1000 جنيه، وفي نفس الوقت هي فيها ايه بقى؟ بيتحط لها سيم كارد عادي خالص، لو ضاعت او اتسرقت من ابنك مش فارق معاك لان هي مش غاليه. 2 بيها تبقى قاعد مرتاح وانت يو ار كونكتنج او موصل الساعه بالموبايل عندك، فانت بتتفرج على ابنك او بنتك بالجي بي اس على الموبايل عندك. مش بس كده، انت كمان لو حبيت تتصل بيه انت هتعلمه ان هو لما يلاقي حد بيتصل مكتوب بابا اللي هو عارفها او ماما يبتدي يعمل ايه، يدوس على الزرار الاخضر ويبتدي يتكلم من الساعه. حسسته انه لازم يشيل مسؤوليه الاشياء ويحافظ عليها، فلما يكبر شويه وتجيب له السمارت ووتش مش هتبقى غريبه عليه ولا قادر ان هو ما يحافظش عليها، بالعكس ده هو عارف قيمتها وقادر يحافظ عليها كويس. امثله كتير جدا جدا على فكره الموبيلايزيشن، تحريك الاشياء وان انت تاخدها من الفعل الطبيعي بتاعها وتوديها في حته تانية خالص. امثله لا تتخيل، لا نهائيه. الراجل اللي كان بيلوك وبص على زهرة أو وردة الأركتيون واستخدامها الطبيعي بتاعها في أعشاب طبية ومش عارف علاج للإمساك وعلاج للحموضة وعلاج مش عارف لإيه، واعمل سيرش على ده. خد الفكرة دي وحركها، حرك استخدامها من إن هي اتجاه طبي ودخلها في اتجاه إن أنت بقى يتعمل بيها الكوتشيهات أو الكوتشيهات دي يا جماعة بالمناسبة، بس للناس اللي بتقول كوتشي، الكوتشي ده يا جماعة هو دي براند، عشان تعرف بس من ضمن البنفيتس اللي بيستفيدوها الناس اللي بيطلعوا بانوفيتيف برودكت. قلنا كاستمر لويالتي، فاكر كنا لسه قايلينها كاستمر لويالتي، وضربنا مثال بالكلينكس. هي كلينكس دي كانت براند، بالمناسبة كوتشي برضو ده براند. انت من ضمن الحاجات اللي استفادوها ممكن يبقى موجود او مش موجود ريجاردلس، المهم بقى فيه لويالتي عظيمة للاسم ده. كوتشي ده اصلا يا جماعه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن براند. الراجل ده يا جماعه حرك الفكره من الاستخدام الطبيعي لزهره الاركتيون وداها في حته تانية خالص، في ان هي بقت تستخدم كلزق في الشنط، في الجزم، في حاجات كتير جدا بنستخدمها في حياتنا الطبيعيه. دي كانت اول خطوه من مراحل ان انت يبقى عندك انوفيتيف برودكت. وعشان كده انت لازم النهارده تعمل سيرش على فكره السكس هاتس بالكويستشنز بتاعتها وتبتدي تبراكتس ده مع صحابك. البرين رايتنج تبتدي تفكر فيه. فورس كونكشن، اتفقنا ان انت عندك اساينمنت كده النهارده اللي هي علبه الجيرنال والريموت كنترول. انا عارف ان انتم ممكن تفتكروا ان ده جنان، بس اعتقد بعد الكلام الكتير اللي قلناه ده انت مش هتحس بالكلام ده خالص. فكره ان حضرتك تستخدم التولز اللي بتتقالك دي، صدقني هي بداية ان يبقى عندك innovative product. النهاردة انت لحد اللحظة اللي احنا موجودين فيها دي استفدت حاجات كتير. انا كرييتيف، انا عارف ان في طرق بجيب منها الافكار، انا عارف الفوائد اللي عايدة عليا وعلى العميل اللي هتطلع لي برضو افكار، انا عارف اصلا ازاي عن طريق الافكار اللي جات لي دي اقدر اطلع بانوفيتيف برودكت عن طريق اول مرحله اللي هي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها ايديا جنريشن وموبيلايزيشن. هندخل في المرحله الثانيه اللي هي اسمها يخوف شويه ويخض، اللي هي الادفوكسي يعني سكريننج، وهنتكلم عنها بالتفصيل. تاني مرحله هندخل فيها من المراحل الخمسه هي اسمها الادفوكسي اند سكريننج.
قبل ما ندخل في الادفكسي اند سكريننج، عايز حضرتك تبقى عارف ان احنا ابتداء من المرحله الثانيه لغايه الخامسه احنا خلاص بنتكلم عن منتج حقيقي بقى موجود معايا. المنتج ده انا عايز ابتدي اعمل له تيستنج بجد حقيقي للمنتج اللي خلاص فكرت فيه في ستيج 1 وطلعت بمنتج حقيقي. جبت المنتج الجديد ده منين؟ من الفور ويز اوف ثينكينج، او ان انت ازاي تفكر تجنريت نيو ايدياز، وطلع معاك برودكت خلاص من ستيج 1. بعد ما طلعت البرودكت بتاعك ده، سواء ايا كان الابروتش اللي انت استخدمته، سواء كان بالكتابه، سواء كان بالفورس كونكشن، سواء كانت بالسكس هاتس، كل ده قدرت اطلع بيه ببرودكت حلو قوي. وبعدين خلاص طلعت برودكت، بقى فيه موجود معايا برودكت حقيقي ملموس وجاهز خلاص. هو انا اقدر انزل بيه خلاص كده للماركت وابتدي اشوف؟ قال لك لا، لازم تمر على ستيج 2. ستيج 2 دي اللي هي الادفكسي ان سكريننج. ادفكسي ان سكريننج معناها ايه؟ معناها من الاخر هي فحص وتحري ومحاكمه للبرودكت بتاعك. انت كأنك بتدخل البرودكت بتاعك ده جوه محكمه، وبتعمل الاول تحري وفحص. هل البرودكت بتاعي ده فعلا هيبقى appealing للناس؟ هيبقى الناس فعلا ممكن تبقى مبسوطة بيه، ممكن تبقى معجبة بيه، ممكن تبقى عايزاه؟ عشان كده بيقولك في ستيج 2 دي انت بتيفالويت البرودكت بتاعك ده خلاص بقى من وجهة نظرك كده، خلاص بقى عندي منتج عايز ابتدي اشوفه ينفع ولا ما ينفعش. ليه بنقول المحكمة؟ ليه بنقول هدخل البرودكت بتاعي المحكمة؟ المحكمة يا جماعة هي مثال العدل اللي خارج منها أي مشاعر، خارج منها أي أحاسيس، خارج منها أي شيء ليه علاقة بمؤثرات داخلية أو خارجية. أنت بتحط فعلا البرودكت بتاعك على سكيل، وذاتس واي احنا استخدمنا لفظ المحكمة. مبدئيا انت المفروض تعمل تحري وفحص. تحري وفحص بالايه؟ لازم اتحرى الاول هل البرودكت بتاعي ده موجود منه بره ولا لا. 2، طب لو موجود بره بيعملوه بنفس الطريقه بتاعتي ولا لا. اتاكد من حته ان انا السبيشاليتي بتاعتي ظاهره، السبيشاليتي بتاعتي ولا لا. عشان كده يا جماعه بيقول لك انت بتدخل في حاجه اسمها ذا كروكودايل اند ميرميد بوتنشال بنفيتس اند بروبلمز. بوتنشال بنفيتس اند بروبلمز. صور لك ستيج 2 دي اللي هي عباره عن كأن جوه البرودكت بتاعك ده جوه الميه، وجوه الميه في حاجه من اتنين: يا اما كروكودايل ياكل تهديدات تاكل البرودكت بتاعك وتخليه ما يطلعش للنور، او الميرميد اللي هي الحلم الجميل اللي ممكن وكل الناس بتتمنى ان يطلع لها الميرميد وان هو خلاص كده وصل للحلم بتاعه. عشان كده انت لازم تدخله جوه المحكمه. المحكمه بتعمل ايه يا جماعه؟ بتبص objectively وبمنتهى الحيادية، وده بيبقى دور الكروكودايل في الموضوع. ايه التهديدات اللي ممكن تقابل البرودكت بتاعك؟ ايه المخاطر اللي موجودة في البرودكت بتاعك؟ البرودكت بتاعك ده ببص عليه 360، هل هو متوافق اصلا مع الكالتشر اللي هينزل بيها ولا لا؟ البرودكت بتاعي ده لو نزل هل فعلا الناس هتستخدمه ولا للأسف لا؟ نيجي ندخل على الميرميد. البنفيتس اللي ممكن تعود عليا من ان انا البرودكت بتاعي ده ينزل للناس، وابتدي ألست البنفيتس دي، وابتدي اشوف مين اللي هياكل مين. لو البنفيتس هي اللي كلت التهديدات، لو الحاجات المفيدة هي اللي كلت التهديدات، اذا البرودكت بتاعك مؤهل انه يدخل على ستيج 3. وخلي بالكم من حاجة، احنا ابتداء من ستيج 2 لحد ما نخلص بقية الستيجز احنا هيبقى الريتم بتاعنا اسرع. ليه؟ لان بقى خلاص في برودكت اللي هي للأسف هي مرحلة احنا مش موجودين فيها دلوقتي. فانت اهم حاجة هي مرحلة ان انت بقى عندك برودكت. يلا بينا بقى نشوف مين اللي هياكل مين. هل الكروكودايل هو اللي هياكل الميرميد؟ هياكل الميرميد بمعنى هل التهديدات والمخاطر والحاجات السلبية هي اللي هتاكل البنفيتس ولا العكس؟ لو حصل وفعلا البرودكت بتاعك اوبجكتيفلي وبمنتهى الحياديه كانك بتطلع حد بيتكلم وبيدافع عن البرودكت بتاعك، الا وهي المحامي او الميرميد هنا في الموضوع،
ولا النيابة اللي عملت التحري وشايفة ان الشخص ده المفروض ان هو يتحكم عليه؟ مين القاضي؟ هو انت. That's why انت بتحطها على سكيل بجد، وبتبص هل البرودكت بتاعي هينفع يكمل ولا لا. ومن ستيج 2 لو قدرت توصل لستيج 3 فانت خلاص بدأ يدخل في المرحلة بجد، هو بقى فيه برودكت فعلي. يعني هو بقى فيه برودكت موجود في ستيج 1. ستيج 2 دي اللي هتقول لك يلا بينا ندخل على ستيج 3 ولا لا. ومن هنا نقدر نعرف مين اللي هياكل مين، كروكودايل ولا الميرميد. مين اللي هيكسب، المحامي ولا النيابه؟ مين اللي هيكسب؟ البرودكت بتاعك ده، مش عايز اسميه المتهم، بس هو البرودكت بتاعك ده هيتحكم عليه بايه؟ بانه يدخل على ستيج 3 ولا لا. طيب هنقول ان البرودكت بتاعك نجح وعدى من المحكمة فعلا وحكمت ان هو يكمل يروح فين؟ يروح لستيج 3. ستيج 3طيب تعالوا نقف هنا عند Product Innovation، عند Stage 3 بتاعة Product Innovation، ونكمل بعد البريك عشان تقدروا تركزوا في الفيديو وتكملوا بشكل efficient أكتر. فتعالوا كده نقف عند الستيج دي وناخد بريك نص ساعة لحد ساعة 1:50، ونرجع تاني مع بعض في زوم نكمل the second part of Product Innovation مع بعض. فهنرجع تاني 12:50. اوكي.